قصة خيانة الجاسوس نبيل النحاس. أهلا بيكم وبرنامج عين، وأنا علا أبو السعدات. تعالوا نبتدي الحكاية من الأول خالص. سنة 1936 اتولد نبيل النحاس من أب لبناني وأم مصرية. الأب كان من جنوب لبنان وسافر على مصر واتجوز من ست مصرية تحديدا من مدينة السويس، وعاشوا الأب والأم في السويس. نبيل النحاس كان كاريزما من يومه، ولد ذكي ووسيم، ملامحه شقرة زي باباه وواخد خفة الدم والرقة من مامته، فكل اللي حواليه كانوا متنبئين ليه بمستقبل كبير قوي. كبر نبيل ونجح في الثانوية العامة ودخل كلية التجارة وتخرج منها وابتدى حياته العملية. الحقيقة ما استناش كتير، اشتغل سكرتير في منظمة الأفرو آسيوية واللي كان رئيسها الأديب الراحل يوسف السباعي. كان نبيل وظيفته إنه بيكتب المحاضر والجلسات على الآلة الكاتبة، وكان بياخد مرتب تقريبا 100 جنيه، ومرتب 100 جنيه في الوقت ده كان مبلغ محترم، اللي زيه ما بياخدش أكتر من 15 جنيه. لكن ما علينا، من خلال شغله وشكله وشخصيته اللي تجذب أي حد عمل علاقات كتير وناس أكتر كانت بتحب صحبته. مع الوقت نبيل حس إن 100 جنيه مرتب قليل قوي عليه، مع إن اللي زيه ما بيعديش ربع المبلغ ده أصلا. ولكن نبيل كان شاب فييس حبتين، بيحب يصرف على مظاهره وخروجاته وعلاقاته النسائية، يبقى 100 جنيه هتكفي إيه ولا إيه؟ المهم اتعرف على مراسلة صحفية من غينيا اسمها جنيدة روتي وحبها قوي، وكان يتمنى لها الرضا ترضى، فغرقها هدايا وفلوس لغاية ما ابتدى يفلس. ما هم 100 جنيه يا نبيل، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ فحبيبته جنيدة المراسلة الصحفية قالت له انا عندي فكرة ليك علشان تزود دخلك والدنيا تزهزه معاك كده، ايه رأيك تطلب اجازه من شغلك في المنظمه الافرو اسيويه وتنضم لوكاله انباء عالميه كمراسل، وهتاخد فلوس كتير. الفكره عجبت نبيل قوي لانه هياخد فلوس وكمان هيكون قريب من حبيبته اغلب الوقت. كانت اول مهمه ليه انه يسافر على المغرب وينقل اخبار الصراع السري على المنطقه الفاصله بين المغرب وموريتانيا. راح المغرب واثناء وجوده هناك سبحان الله اتعرف على شخص مغربي يهودي وعرض عليه يساعده في مهمته كمراسل. فرح قوي نبيل وضرب صحوبية مع الصديق المغربي، لكن الصديق المغربي حب يتعرف أكتر وأكتر على نبيل، فعزمه عنده في البيت على الغدا. غدا إيه؟ دي كانت وليمة، وهناك كانت في بنت مغربية جميلة جمال مش عادي اسمها مليكة، واتعرفت على نبيل. نبيل اتسحر بجمالها ورقتها ووقع في حبها ونسي جنيدة واللي يتشدد لها، ده نسي مهمته اللي رايح ليها المغرب أصلا، وما بقاش شايف إلا مليكة، أصله قلبه ضعيف قدام الجمال حبتين. مليكة ما كانتش سهلة، عرفت تسيطر عليه كليا وبقى عايش علشانها ومعاها وبس، وحولته الخادم بيلبي كل طلباتها حرفيا. ما كانش يعرف إنها واحدة يهودية مدربة ومزقوقة عليه من القاهرة أصلا، وجنيدة حبيبته السابقة كانت جزء من الخطة. المهم نبيل ما بقاش معاه فلوس يصرف، فلس تماما. مليكة طبعا قرت افكاره وطمنته بكهن كده واقترحت عليه انه يسافر معاها على باريس، بلد الحرية والشغل والفلوس. وطبعا نبيل ما صدق، اصله ما عندوش اختيار تاني، وهو مش واخد باله ان معمول عليه كماشة محترمة. ولما اتأكدت مليكة انه تحت سيطرتها بشكل كامل، قالت له في وسط الكلام انها يهودية وولائها لاسرائيل، بغض النظر ان اصولها مغربية، اصل دي نقرة ودي نقرة. مش المفروض بقى نبيل يفوق يحس ان في حاجة مش مظبوطة؟ ولا الهوى ولا فارق معاه، اختار الخيانة بكامل ارادته. ابتدت تجرجره في الكلام عن السياسة ومعلومات تخص المنظمة الافرو اسيوية اللي كان شغال فيها، وعن شخصيات كبيرة هناك ومسؤولين تقال، وهو مسحور تماما، واداها كل المعلومات اللي يعرفها عن طيب خاطر. ومن خيبته كل الكلام اللي قاله وعلاقته كمان بمليكة كانت متصورة صوت وصورة في الموساد. وكل الفترة اللي فاتت كان في ضابط اسرائيلي من الموساد اسمه باسكين بيدرس شخصية نبيل كويس قوي. ولما جت اللحظة المناسبة مليكة عرفته عليه وقدمت الضابط الاسرائيلي على انه رجل اعمال اسرائيلي عنده شركة شحن كبيرة وشغله في كل القارات. اسرائيلي بقى مش اسرائيلي مش فارق كتير مع نبيل، المهم انه رجل اعمال غني وممكن يكسب من وراه. وقتها ابتدى الضابط الاسرائيلي يرمي كلام كده واحدة واحدة في السياسة ويشوف رأيه ايه في اسرائيل وموقف العرب منها، وشوية يرمي كلام تاني عن عمليات الموساد الناجحة في الدول العربية وشطارة الموساد في تسجيل عملائهم صوت وصورة، وازاي بيستخدموا الملفات دي وقت اللزوم. وبسياسة كده شد ورخي رمى كلام تاني عن ازاي الموساد بيدفعوا حلو قوي لجواسيسهم وبيغرقوهم فلوس. الصراحة
نبيل ما كانش غبي وعارف كويس قوي الضابط بيرمي الكلام ده بهدف ايه، فكان رد فعله انه متعاطف مع اسرائيل لانه قاري بره وجوه عن اليهود وتاريخهم. كده الرؤيه وضحت للضابط الاسرائيلي واتاكد ان نبيل ما عندوش مانع يكون جاسوس لاسرائيل. كانت اهم خطوتين للضابط الاسرائيلي وهو بيدرب نبيل ان يخلي مليكه جنبه دايما ويغرقوه فلوس. الخطوتين دول خلوه ينسى عروبته واي انتماء ليه. كان تدريبه بقى على ازاي يقرا التقارير والاوراق المقلوبه في مكاتب المسؤولين، وازاي يراقب المواقع العسكريه على الطريق بين القاهره والسويس وكتابه تقارير وافيه عنهم بالحبر السري، وازاي كمان يخزن الصور والمعلومات في دماغه ويكتب عنها تقارير بالتفصيل زي ما شافها. والخ الخ الخ ابتدى نشاط التجسس لنبيل النحاس في سنه 1960، وده لما رجع تاني لشغله في المنظمه الافرو اسيويه زي ما كان، وكانت مهمته ازاي ياخد المعلومات والاسرار من المسؤولين الكبار من خلال حفلات مشبوهه. والصراحه بسبب كاريزمته العاليه قدر يوصل لكم معلومات واسرار لا حصر لها، وبقى بيبلغ بيها الموساد اول باول. وواضح ان الموساد كان مبسوط قوي بيه، فقرروا يوسعوا نشاطه اكتر. بعد سنتين تقريبا طلب الضابط الاسرائيلي ان يقابله في باريس، وهنا غيروا شويه في خطه تدريبه. وركز معايا بقى كده في اللي جاي. الخطه انهم يدربوه ازاي ياثر على الراي العام، وتعلم كمان الكتير عن الحرب النفسيه، وده بيتم عن طريق الاشاعات والاخبار الغلط اللي بينشرها بين الناس، والتخويف كمان من المستقبل والحاله الاقتصاديه، ومن بعبع اسمه دولة إسرائيل وإن عندها جيش لا يقهر وكده. وده بيحصل فين؟ في الأوساط الثقافية والجامعة والقهاوي والمنتديات. ولو كان موجود في زماننا ده كنا نضيف عليهم كمان السوشيال ميديا، بس أكيد في غيره كتير حاليا. المهم ما علينا. بعد مرور سنين كتير نبيل النحاس بقى من أهم عملاء إسرائيل جوه مصر، والفلوس كمان معاه كتير جدا، ونسي مليكة حبيبته وبقى كل يوم مع واحدة شات. وهنا إسرائيل حبت تطور أداؤه أكتر، فعلمته إزاي يصنع متفجرات ورسائل مفخخة، وفعلا اتعلم بسرعة جدا وقدر يتعاون مع الموساد، وعرف يهدد الخبراء الألمان اللي كانوا بيشتغلوا في المصانع الحربية عن طريق رسائل مفخخة بيبعتها ليهم. وقتها نبيل كان من أهم العملاء لإسرائيل، وليه وضع خاص جدا لأنه قدر يجيب ليهم معلومات كانت السبب في هزيمتنا في 67. فكان عنده طموح كبير وحلم انه يزور اسرائيل نفسها، كان نفسه يشوفها من جوه، يشوف شوارعها وناسها عاملين ازاي، ويختار بيت كمان علشان يعيش فيه في امان بعد ما يخلص مشوار الخيانه. المهم الموساد حققت حلمه وعملت خطة علشان نبيل يزور إسرائيل من غير ما حد يشك في غيابه. وفعلا وصل إسرائيل وكانت مستنياه عربية ليموزين سودا، ولقى أكتر من 25 جنرال إسرائيلي في استقباله، وعملوه إنه من الأبطال، ووصلوه كمان لمكتب رئيس الموساد شخصيا وسألوا عن طلباته. فكان أول طلب لنبيل إنه يقابل رئيسة وزراء إسرائيل بنفسها جولدا مائير، وفعلا قابلته. وأول حاجة قالها لها إنه حاسس إنه بين أهله وناسه. أمرت جولدا مائير بمكافأة فورية لنبيل حوالي 25,000 دولار، ونزلوه فيلا عظيمة كمان. وأول ما راح الفيلا لقى مليكة حبيبته القديمة اللي كانت مدربة كويس قوي إزاي توقعه في شباكها من تاني. قعد 16 يوم في إسرائيل، ولما يكون ملك الملوك رجع بعديها على مصر كان أكتر خيانة وشراسة في جمع المعلومات. قدر يوصل لمعلومات عن تسليح الجيش والآلات الحديثة اللي بتيجي في السر من الاتحاد السوفيتي، وكل ده عن طريق الحفلات المشبوهة اللي كان أستاذ في التعامل معاها. المعلومات بتترمي في قلب الحفلات دي من ناس مش في وعيها، ولكن هو بيقدر يجمعها بعقل واعي ويبعتها على الموساد. طيب نيجي للمهم، اتكشف ازاي؟ طبعا جري على اسكندرية علشان يقابل صديق ليه شغال في شركة ليها نشاطات بحرية. قابل صديقه وبقى يعامله بلطف وود مبالغ فيه، لا وكمان اداله هدايا غالية قال علشان يجر رجله ويقدر ياخد منه معلومات مهمة. صديقه سأل نفسه ليه كل ده؟ في لحظتها نبيل ابتدى المبررات وقال له انه شغال مراسل صحفي في وكالة دولية، والصراحة انا جاهل تماما ازاي الامور بتمشي في المينا، وكنت عايز اعرف منك المعلومات المهمة في الموضوع ده. طبعا صديقه شك فيه وما ادالوش معلومات مهمة، بس بعد ما سابه جاري على المخابرات المصرية علشان يبلغ عنه. المخابرات بدورها طبعا حطته تحت المراقبة الشديدة. بعد كده انتصرنا في 73 الحمد لله، وجن جنون الموساد. فالضابط الاسرائيلي طلب يقابل نبيل في روما، وهناك الضابط الاسرائيلي عنف نبيل تعنيف شديد قوي انه ما اداهمش معلومات مهمة وانه كان سبب في هزيمتهم من مصر. نبيل خاف وقلق جدا ان الموساد يستغنى عنه. رجع على مصر في نوفمبر 73 وكان جواه تصميم قوي ان لازم يعوض هزيمة اسرائيل، وكان زي المجنون وهو بيجمع معلومات. ولكن في الوقت ده
المخابرات المصرية كانت عارفة كل تحركاته ومراقباه زي ظله. وبعد 10 أيام من وصوله من روما، وبالتحديد في 24 نوفمبر سنة 1973، المخابرات المصرية كبست على نبيل في بيته وظبطت أدوات التجسس كاملة. انهار نبيل واعترف بتفاصيل خيانته اللي يتعمل منها مجلدات، وكان مذهول ازاي يتقبض عليه بعد شغل 13 سنه كجاسوس محترف. كان نبيل النحاس عنده امل ان الموساد يتدخل ويبادله باي صفقه ويروح على وطن اسرائيل، لكن خاب امله لان مصر هي اللي كانت منتصره في حرب 73 وخيوط اللعبه كلها في ايديها. طبيعي كمان ان اسرائيل مش هتجري تخلص خاين لبلده، وخصوصا انها مهزومه وما عندهاش وقت اصلا. وزي جواسيس كتير اتكشف امرهم، اسرائيل انكرت معرفتها بيه وتجاهلته تماما، ومصيره كان اكيد الحكم عليه بالاعدام شنقا. عاش خاين ومات مذلول. كنت معاكم علا أبو السعدات وبرنامج عين.